احلى واسهل واسرع شرايح لحمة هنعملها وفي الطاسة على عين البوتاجاز في 10 دقايق بالظبط هنكون مخلصينها. يلا نبدأ في الوصفة على طول. هنا عندي 2 كيلو من اللحم الضاني. ده اللحم الضاني انا مجدعاها في البيت شرايح بالشكل ده، شرايح رفيعة بالشكل ده. ده فخ الضاني انا مقطعاه بالشكل ده. دلوقتي هتبلهم، ينفع ان احنا نتبلهم من بالليل وينفع نتبلهم قبل ما نسويهم بساعتين او نص ساعة. لو احنا مستعجلين خالص نص ساعة مفيش مشكلة، برضو هيطلعوا حلوين ومتبهرين وزي الفل. انا دلوقتي هعملهم من بالليل، عندي وقت كفاية فانا هعملهم من بالليل. جبت كده بصلتين ل2 كيلو من اللحمة، جبت بصلتين كده متوسطين في الكبة وهنزل بيهم مع 2 من الطماطم، طماطم صغيرين. ممكن ان نبدل الطماطم بالصلصة، بس لو في عندنا طماطم وفي صلصة نختار الطماطم يعني، لكن لو مفيش طماطم عادي بمعلقة صلصة واحدة مفيش اي مشكلة. اخدت مفرمت مفرم ناعم بالشكل ده وهبدأ اصفيه، انا مش عايزة غير المية بتاعتهم. وفي طبق عميق بنزل بمعلقتين من الزبادي وعليهم هصفي البصل والطماطم. هاخد كل المية اللي هتنزل منهم والبواقي بتاعت البصل دي ممكن عشان لو مش عايزين ترموها تحتفظوا بيها في الفريزر لحد مثلا ما تعملوا بطاية كده او فرخة محشية تتبلوا بيها الفرخاية او البطاية. بعد كده هنا حطيت ملح وفلفل اسود بس، مش هحط اي بهارات تانية خالص. التتبيلة بتاعتي زبادي، عصير طماطم وبصل وملح وفلفل اسود، هما دول، مش هحط اي حاجة تانية خالص. وبعد كده بقلبهم مع بعض وانزل بكل كمية اللحمة بتاعتي وافضل اقلبهم لحد ما اللحمة تتشرب كل التتبيلة. عايزة التتبيلة توصل وتغلف كل اللحمة بالشكل ده. وبعد كده هحطهم في علبة اصغر من دي شوية عشان المكان في التلاجة، وغطيهم كويس واسيبهم لتاني يوم الوقت الغداء اعملهم. زي ما قلت لكم ينفع نعمل التتبيلة دي من قبل بساعتين او قبل نص ساعة عادي، مفيش مشكلة يعني، مفيش حاجة هتوقفنا. بعد كده تاني يوم جبت الطاسة وكمان حطيت فيها مكعب زبدة وشوية زيت وفصين من الثوم وشوية من الروزماري الجاف. واول ما الزبدة تبدأ تسيح هنزل على طول باللحمة. طبعا احنا في الاول على نار عالية، بعد كده بهدي النار على الوسط وكل شوية بقلب في اللحمة لحد ما تاخد لون كده محمر بسيط وتلاقوها كده استوت. هي ما بتاخدش حرفيا 10 دقايق على النار وتكون استوت. هي شرايح رفيعة خالص وفيها كمية دهون حلوة هتخلي معانا اللحمة تستوي بسرعة وكمان هتفضل جوسي. ففي الاول ونخلي النار عالية علشان تحافظلنا على اللحمة، تخليها جوسي وما تخليهاش تنشف. كل ما بلاقي الطاسة فيها مكان كده ينفع ان انا احط فيه ازود لحمة بحط عشان ايه اخلص بسرعة. كل شوية بفضل اقلبهم لحد ما بدأوا ياخدوا اللون وخلاص استووا، ما بيزيدش الوقت عن 10 دقايق بالظبط. ابدأ ارفعهم واطلعهم كده. اكلتنا انتهت بكل بساطة، وعايزة اقولكم بامانة الطعم بتاعها رهيب يعني، حاجة كده وهم. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها بامانة حلوة جدا. شايفين هنا شرايح اللحمة عاملة ازاي، مستوية وقمر، مستوية وجوسي وقمر. وكمان هتحسوا بطعم اللحمة علشان ما فيهاش بهارات كتير، هو بس ملح وفلفل اسود. طريقة سهلة وبسيطة، اتمنى تجربوها. ما ننساش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. لأول مرة يشوفني اتمنى يشترك في القناة. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.